انا متأخرة عليكم شوية في الفيديو ده، بس معلش. المهم، كل سنة وانتم طيبين. ده بمناسبة صوم العذراء، ده فطير العذراء والملاك، الفطاير المبسوسة بالزيت. تحفة جدا، وطبعا اي حد يقدر يعملها، مش لازم تبقى لصيام العذراء بس. قرص موفرة جدا ولذيذة وريحتها تحفة وهشة بشكل فظيع. ريحتها يعني كانت قلب البيت. دي كوباية مية دافية عليها نص كوباية سكر زائد 3 معالق كبار. نقلبها ونركنها على جنب. هنا 4 كوبايات دقيق على ظرف خميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، نقلبهم وبعدين نحط ذرة ملح. نقلب ونحط الزيت بدرجة حرارة الغرفة، نص كوباية زيت زائد 3 معالق كبار. نبس الدقيق كويس في الزيت لغاية لما نتأكد ان هو متغطي كويس بالزيت. هنا انا حسيت ان هو مش متغطي كفاية، هزود معلقتين كبار من الزيت ونبسهم تاني لغاية لما نوصل ان الدقيق كله متغطي كويس. وبصوا لما هدوس عليها اقدر اشكلها كده. هو ده الشكل اللي احنا عايزينه، لما ادوس تديني شكل. يبقى كده كمية الزيت كفاية. هنزل عليها بالمية اللي دوبنا فيها السكر ومعلقة صغيرة فانيليا، ونعجن كويس لغاية لما الدقيق يشرب المية كلها. ما تقولوش ان المية كتير ويعني تتسرعوا كده وتروحوا حاطين دقيق، لا، هي هتشرب المية دي كلها لغاية لما الطبق يوصل عندنا لمرحلة انه يبقى نضيف خالص والعجينة مش ملزقة. شايفين كده الطبق نضف خالص والعجينة طلعت اهي منه بمنتهى السهولة. نستمر برضو في العجن، ويعني عايزاكم تعجنوا فيها كويس جدا كده وتدوها بالبوكسات تخبطوها وكل حاجة لغاية لما تنعم خالص. طلعوا كل الغيظ اللي عندكم فيها. بصوا هتبقى ايه، مطاطية خالص، ولما تشدوها ما تتقطعش. هو ده الملمس اللي احنا عايزينه. هنغلفها بالزيت كويس من كل الاتجاهات ونغطيها ونسيبها ترتاح على جنب او تخمر لمدة ساعة تقريبا. وده شكلها هيبقى، بص ملسة ازاي وطرية وملبن خالص يعني. هنقطعها كور بالمقاس اللي انتوا عايزينه، ونقفل الكورة كويس جدا جدا، ونحط مكان التقفيلة كده من تحت، والصاج يكون مدهون زيت او مفروش بورق الزبدة. وبعدين نبططها. لو لقيتوها لسه بترجع وتصغر تاني، غطوه وارجعوا له بعد 5 دقايق وبططوها تاني. وبعدين هنسيبها تخمر حوالي ساعة الا ربع. ندخلهم فرن سخنة على درجة 200 مئوية. هياخد حوالي 20 دقيقة، وكده كل شوية تحركوا الصاج وتلفوه من كل ناحية. وما يطلع انا دهنته بالزيت عشان يديني اللمعة الحلوة دي، وطعمه تحفة، والسكر بتاعه مظبوط قوي، وكل حاجة كانت فيه مظبوطة. وبصوا يعني هو بيتكلم عن نفسه، هش وطعمه تحفة وموفر. استمتعوا بيه، وكل سنة وانتم طيبين. بالهنا والشفا لكل اللي هيجربوه. باي باي.